هذا دو بيه الحزاز صدفيه كما يقولوا، ولا الثعلب الشعر متسق ياسر عانوا معناها وضربوا الطب وراحوا جو هنا باذن الله ريحوا. يخدم بدور يحاسب البطال، يخدم بدور حسب البطال. انت واش خدمت؟ انت واش درت؟ منين يجيب الدور؟ الصدقه النظيفه ما توسخش وما تنحش وما تقطعش. يعني من اني نسكن في اخر الدنيا، يعني نجي منه وعنده الصاحب على الصاحب يبيع عكسات وكلمة خفات كدات. من صومعة زاوية سيدي سالم بسوق الأعشاش العتيق نواصل جولتنا مع باعة وتجار هذا السوق، مشاهدة ماتعة. جواد لباس صغير. الله يبارك ما شاء الله. تخدموا في الأعشاب لكم سنوات يعني متورثينها. حياة جدي وبابايا، والتاريخ معناها من الخمسينات. من الخمسينات إلى يومنا هذا، والآن أنا في عام 2025 متواصلة الحكاية معناها ما شاء الله. أي خدمة فيها تعب، فيها تحديات. وشو التحديات الموجودة في المهنة تاع الأعشاب هذه؟ كاين ساعات يجيبوها من الخارج، من يخص قضية الصدغين يجيبوهم من الخارج معناها من مروك من فرنسا، وكيما القرنفل كيما الحوايج هكا العفصة كيما الحديدة يجيبوها معناها من السوق الخارجية معناها من تونس. وحنا والعادي الأعشاب هذه المشهورة هذه هنا تاع كيما الحنة كيما المدقوش كيما هكا كيما سنمك هذه هنا موجودة هنا معنا في الوطن يجيبوها من جهة بادنة وجهة الصيف من الجزائر، منتوجات محلية، منتوج محلية منها جزائرية. والأهم حاجة مرتكزة عنها الخدمة هذه شو؟ المهم النية، النية الصادقة والإخلاص، ويقتل الغش هذا. يقول الحديث يقول من غشنا فليس منا. هم يرتكز على والنصائح ماذا به الإنسان ينصح. الدين النصيحة قلنا من قال لله ولرسوله وكتابه ولم المسلمين عامتهم، معناها من الواجب عليه لازم ينصح. كما في الحديث يقول لا خير في قوم لا يتناصحون. المعاملة تاعهم ناس طيبين، نتعامل معاهم نورمال، عندي حتى مشكل مع الناس ثاني ناس طيبين ثاني شفنا فيهم غير الخير الحق، ينصحوا ما يغشوش الناس. فهمتني؟ هذا واش نشهد على ما نعرف هذا الشيء بهم كلمني كان حاكم الحنوده ناكل. معراج مهرية. الله يبارك. وشو المهنة معراج؟ مهنة عدة مهن، مش مهنة واحدة، عدة مهن. معصو، جيار، حداد، سدير، هكا غش الكوزين كل معناها الدنيا كل نخدم. يعني متخصص في أجهزة المطبخ، تصلحها نعم. قداش ليك فيها المهنة هذه؟ ياس حوالي 20 سنة عندي في المهنة هذه. وخدمت في المصري أنا بناي، هي مدة ثانية ضربت مدة ثانية في العوان ومن بعد دخلنا المجال من تاع الفن وتاع كذا. المهنة شاقة والله، شاقة ياس. العوانة خاصة العوانة شاقة ياس. وهذه المهنة هذه هي برك شوي لباس. العمل المتوفر يعني كاين الخدمة، كاين الخدمة. كان ما حبش الإنسان ما حبش يخدم، بالتالي كاين الخدمة. حب يخدم طب بس راسه يخدم بدوره، يحاسب البطال، يخدم بدوره يحاسب البطال. أنت واش خدمت؟ أنت واش درت؟ منين يجيب الدور؟ وأنت واش درت؟ هيك ما جبت حتى شيء. معناها هذه ما ربح تاع الدور، معناها هيك قلت قال هذيك كلها تتنحى. هيك خدام تو مش يكلاهي حتى واحد. بصح كي ظل مش خدام تولي لاهي بالناس اللي راح واللي جاي واللي قعد واللي فنان. نعم. وعازف. نعم. الله يبارك. عازف على أي آلة؟ على آلة العود. صافي أنت زبون عند بشير مهري. صديق من جهتين، صديق في المهنة وصديق في الفن. الله يبارك. عندك أنت صديق في المهنة. صديق في المهنة وفي الفن. قداش ليك؟ عندي سنين راني من 77. الله يبارك ما شاء الله. 77 بريكولور. وفنان عازف ايقاع طرارجي يعني من 64 مع فرقه ليلي سوف. الله يبارك. الى يومنا هذا ما زلت نعزف الطار ونعزفوا مع بعضنا طار وعود. صافي زملاء الفن وزملاء الحرفه. كل شيء.
وقربانيه حتى في الدم ثاني. الصدقه نظيفه ما توسخش وما تنحش وما تقطعش. الصدقه اللي راكبه على الخداع وعلى قله النيه هذيك ما تدومش. يعني من اني نسكن في اخر الدنيا، يعني نجي منه وعنده عندي هذا التاجر ديما نقول لها سلم لي عليه ابو بكر، ديما نقول لها سلم لي عليه وشوف لي وش بيه. تقول مع هذا عارف كي تدير حداثه مع هذا يعطيك معنى هيك ترسخ، مش انا تحدثنا هذا يعطيك معنى يقول لك هيك كيفاش وكيفاش. ايش فنان هذا صاحب على الصاحب يبيعك سات وكلمة خفات كذات، معناها الصاحب هذا وين ما تقدرش تقول كلمة في صاحبي معناها فهمتني. يقول لك كثر التناهيت من الكذب، كثر التناهيت من الكذب وكثر البكاء من الوجيعة والكف ما يحمل الجمر وفج الخلالة من ريعة. فهمت صاحب هذا ما تقدرش تقول فيه معناها كلمة هكا ولا هكا، حتى لو كان يجي واحد يقول لها عافيني عافيني. كما رأيتم مشهد يحكي قصة لصداقة امتدت لأكثر من 50 سنة. كل يوم يتلاقوا في سوق الواد، يجوا لبعضهم يزوروا بعضهم، يعني رسموا لنا واحد اللوحة من الوفاء ومن الصدق من العشرة الطيبة. يا ريت الناس يعني يا ريت الجيل اليوم يقتدي بهذه النماذج. نسخنوا الحديد ونعصروه يخرج منه الزيت. هذا بن حمزه الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله. احنا شفناك تخدم في مهنة الحدادة. أيوة. هذه متورثها على الوالد. متورثها من الاب للجد. الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله. شفت حاجة انك تدير القمح، تسخن الحديد وتحط القمح وتضغط عليه بالحديد السخون. احكي لي عليها الامر هذا كيفاش على هذا الامر هذا معناها زيت قمح يدير فيه الوالد، والوالد وارث عن باه حتى هو هذا دو بيه الحزاز الصدفيه كما يقولوا، ولا الثعلب الشعر متساقط باذن الله ضربه بحول الله ان شاء الله. كيفاش الكيفيه كيفاش تديروا له قمح ونسخنوا الحديد ونعصروه يخرج منه الزيت. هذا وني هكا. الزيت كيفاش تستخدمه يعني؟ تستخدموه في المكان في الإصابة بعد. تهز الزيت اللي يخرج من القمح في الإصابة بعد. في مكان الإصابة. في مكان الإصابة معناها ياسر عانوا معناها وضربوا الطب وراحوا جو هنا بإذن الله ريحوا. عن تجربة يعني. عن تجربة بإذن الله إن شاء الله. إلى هنا تنتهي جولتنا في هذا العدد من برنامج بين الأسواق. نلتقي في عدد آخر. إلى اللقاء.